رمضان فاضل عليه اقل من 30 يوم، ومن اسهل الحاجات اللي احنا ممكن نعملها عشان نحضر لرمضان ان احنا نتبل فراخ ونسيبها في الفريزر. هنحتاج حوالي 3 كيلو فراخ، ممكن صدور، ممكن وراك، ممكن فرخه بحالها اللي انتوا عاوزينه. وبننضف الفراخ بتاعتنا ونقسمها على 3 اكياس، كل كيس بياخد كيلو. وبعدين هعمل 3 تتبيلات مختلفه لكل واحد. اول تتبيله يوناني شويه، عشان كده هنستعمل فيها زبادي يوناني حوالي كوبايه. والحلو في الزبادي ان هو بيخلي اللحمه طريه. هنحط عليها زيت زيتون، شوية توم مبشور، بشر ليمونة، عصير ليمونة، هنحط شوية زعتر ممكن فريش أو ممكن ناشف، شوية روزماري، حبة ملح، حبة فلفل أسود، وبعدين نقلبه كويس. هجيب أول كيس وأحط فيه التتبيلة دي كلها، بعدين أحاول أطلع الهواء من الكيس وأقفله، بعدين أقعد بقى أدلكه كده عشان التتبيلة تدخل الفراخ كلها. ودي اول تتبيله. التتبيله الثانيه شاميه شويه، هنحط الاول زيت، بهارات شاورما جاهزه، واكتر حاجه بحبها دبس الرمان، فعلا هياخد الطعم في حته ثانيه. هعصر ليمونه برضو، توم مفروم، شويه ملح وفلفل. هنقلب كل ده في بعضه، وبعدين هجيب كيلو فراخ واحط فيه التتبيله دي كلها، طلع منها الهواء، وابتدي ان انا ادخل التتبيله في الفراخ كلها. ودي التتبيله الثانيه. التتبيله الثالثه مديه على اسيوي شويه، عشان كده هنبتدي بصويا صوص، وهنحط عليها حوالي ربع كوبايه سكر بني او عسل لو انتوا عاوزين، شويه جنزبيل ناشف، معلقه كبيره قوي ثوم مفروم، حبه سمسم، شويه زيت. نقلبه كله في بعضه. هنحط كل ده مع الفراخ، طلع الهواء. ودي التتبيله الثالثه. التتبيلات دي اتعملت في اقل من ربع ساعه، وهتوفر علينا وقت كتير قوي في رمضان، وممكن نحفظها في الفريزر لحد ما نيجي نستعملها. وبعدين ممكن اطبخها في الصينيه في الفرن معاها شويه بطاطس او خضار، ممكن احمرها في طاسه، ممكن احطها في الاير فراير، وممكن نتقدم جنبها رز وسلطه او مكرونه.